الفلوس إذا تعاملت فيها مع الناس تكتشف معادن الناس، ولذلك الله سبحانه اختار حتى لنبيه أن يدخل في هذا الباب، فأرسلت معه النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الخدم عندها يراقبه. هذا الخادم اسمه ميسرة. بالمناسبة ميسرة هذا ما له في التاريخ إلا هذا الموقف. سبحان الله العظيم. يا أخي خلي لك أثر. حنا ما نقول ألف لنا 100 كتاب ولا تعال صور في قناة 200 حلقة، ولا يا ليت نتمنى أنك تؤلف وأنك تصبح دكتورا وتصبح عالما وتصبح لك مكانة، لكن إذا لم يكن فلا تموت ولا تخرج من الدنيا إلا وضعت بصمة ولو شيء واحد، لو شيء واحد. هذا ميسرة ما له في التاريخ ولا في السيرة إلا هذا الموقف فقط، اختفى اسمه ميسرة. أرسلته خديجة قالت روح تابعه، فبدأ ميسرة يراقب لأنه مرسول، فاكتشف عدة أشياء. أولا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسجد لصنم ولا يلمس صنم، وكان مرة يتفاوض مع شخص وهو في التجارة وقال يعني كاسرة، احنا نقول كاسرة، يتفاوض معه في القيمة، فقال بكم؟ قال بكذا، قال بكذا. قال له البايع أو المشتري قال احلف باللات والعزى، فترك النبي صلى الله عليه وسلم المال، قال ما عبدتهما حتى أحلف بهما.